السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس آخر من دروس اللغة الفرنسية. قال لي السؤال trouver le nom féminin qui correspond، يعني لقى اسم مؤنث يعني اللي كيقابل هذا الاسم المذكر اللي عطاونا هما mon père اللي هو أبي، mon oncle عمي ولا خالي، mon cousin ولد خويا، mon grand-père جدي. هاد الأسماء كلهم في المذكر. قال لي باش نرجعهم فاش في المؤنث. mon père اللي هو أبي، وكاش غنقول في المؤنث ديال mon père هي ma mère، ma mère. mon oncle المؤنث ديالها ما tante، عمي أو خالي كتعني في المؤنث عمتي أو خالتي ما tante. mon cousin في المؤنث كتعني ما cousine، ما cousine، ما cousine ابنة أخي أو ابنة أختي. mon grand-père ma grand-mère. جدي كتقابلها جدتي كاسم فيمينا. التمرين الاخر هو العكس ديال التمرين السابق. قال لي trouver le nom masculin qui correspond. هنا عطاني le nom féminin وقال لي عطيني le nom masculin ديالو. قال لي une chatte مشى. دونك لو ماسكولين ديالو هو ان شا. قطة ان شا. une canne un canard. une canne يعني وزة أو بطة. un canard ذكر البط. un canard. une lapin un lapin. دونك القن ذكر القن. une poule un coq يعني دجاجة تما في الروج un coq. نتمنى انكم استوعبتوا معايا الفرق، يعني كيفاش تنرجع من الماسكولا للفيمينا ولا من العكس ولا من الفيمينا للماسكولا. باقي لينا واحد الكلمة هي هنايا في الاخر une louve هي أنثى. الذئب ذكر الذئب تنقولوا ليه ان لو. استنوني في الدرس اللاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.